من الأعمال الخالدة يا إخوانا اللي بتفضل معانا ودايما بنشوفها وما بنملش منها مسرحية المتزوجون. مسرحية المتزوجون عمل مسرحي غاية في الروعة، عمل مسرحي لحد دلوقتي بنشوفه وبنضحك عليه. المؤلف فيصل ندى والمخرج حسن عبد السلام أخرجوا لنا مسرحية المتزوجون، وكان أول عرض مسرحي عام 1979. لحد دلوقتي حضراتكم بنشوف المسرحية دي وبنضحك عليها من قلوبنا، حتى أولادنا الصغيرين لما بيشوفوها بيضحكوا وبيكونوا في غاية السعادة. الفنان الكبير سمير غانم والأستاذة شيرين والفنان جورج سيدهم أدوا مسرحية المتزوجون بشكل زي ما قلت لحضراتكم بنشوفه لحد اللحظة دي وبنضحك من قلوبنا. في أحد مشاهد المسرحية دي لما كانت نفيسة بنت المعلم اللي بيمثل الرأسمالية الراجل الجزار الغني بتقول لجوزها جورج سيدهم احنا على الخير عندنا كتير بس الغلابة اكتر، وبتفضل تغنيها. فطبعا لينا اللي بتقوم بدورها شيرين الارستقراطية اللي تجوزت مسعود الغلبان الكحيان، فبتقول له يا مسعود هو احنا غلابة؟ قال لها فشر، احنا مساكين يا روحي. في مشهد غاية في الروعة، يمكن عمنا فيصل ندى لو كان موجود معانا دلوقتي كان قال ان الشعب المصري دلوقتي او عمومه اصبح مساكين. الشعب المصري النهاردة اصبح حالته الاقتصادية صعبة. النهاردة يا اخوانا ايام العيد قربت وشهر رمضان كل عام وانتم بخير خلاص في نهايته، وفيه عيد الفطر جاي علينا كمسلمين. من عادات المسلمين في عيد الفطر ان يبتدي اولياء الامور يشتروا هدوم لاطفالهم، يشتروا ملابس جديدة. الظاهرة دي اختفت حضراتكم. النهاردة 1 و2 و3 بيشكي من غلاء الاسعار بشكل مرعب. يعني حضرتك لو عندك طفل ومن اسرة بسيطة جدا جدا ممكن يكلفك مبلغ انك تجيب هدوم جديدة لابنك او بنتك مبلغ خرافي، في حين انك انت ممكن كولي اسرة تكون موجوع قدام طفلك اللي بيطلب منك ويقول لك فين يا بابا ملابس العيد، فين يا بابا الهدوم الجديدة. كان الله في عون المصريين جميعا، كان الله في عون الشعب المصري. لما نفيسة قالت الخير عندنا كتير بس الغلابة أكتر، لينا سألت مسعود قالت له احنا غلابة يا مسعود؟ قال لها فشر يا حبيبتي، احنا مساكين يا روحي. يمكن الأستاذ فيصل ندى لو كان معانا دلوقتي كان عارف ان مش مسعود بس اللي مسكين، الشعب المصري النهاردة أصبح كله مسعود في مسرحية المتزوجون. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.